أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Şu an mukabelemizin ikinci günündeyiz. Dün itibariyle mukabelemiz başladı. Biliyorsunuz mukabele Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayında ihmal etmediği, sahabelerine ve bütün Müslümanlara tavsiye ettiği, tabiri caizse çok da uygulanmayan bir sünneti. Biz de Uşak Arşad Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olaraktan üniversitemizde ilk defa bir mukabele programı başlatmış bulunuyoruz. Tabii burada gördüğünüz gibi bütün bölümlerden, bütün sınıflardan, bütün fakültelerden öğrencilerimiz katılım sağladı. Tabii buradaki amacımız öğrencilerin Ramazan ayı, Kur'an ayı, oruç ayı, mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'le baş başa olmaları, daha çok Kur'an-ı Kerim'in önemini ve ehemmiyetini anlamalarıdır. Gördüğünüz gibi katılımımız da çok yoğun. İnşallah Ramazan sonuna kadar bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Programımızda herkese açıklık, tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun.